أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من سلسلة أفلام عمرك ما هتشوفها. السلسلة اللي بنتكلم فيها عن أفلام فقدت أو رفضتها الرقابة قبل ما تتعمل رغم وجود قصتها على الإنترنت. فيلا بينا على حلقة النهاردة. الحلقة بتاعت النهاردة حلقة مخرج الأفلام المفقودة وداد عرفي، صاحب أول فيلم روائي طويل مصري صامت، وصاحب أول فيلم مصري ترفضه الرقابة وتمنعه وزارة الداخلية. أول فيلم معانا النهاردة هو فيلم ليلى، ويعتبر أول فيلم روائي طويل صامت. الفيلم المفروض في طاقم العمل مكتوب عزيزة أمير، وداد عرفي، أحمد ليل، أحمد الشريعي، استيفان رستي، وأحمد جلال. فيلم ليلى ده يعتبر أول فيلم روائي طويل صامت، وكان في اختيار ما بينه وما بين فيلم قبلة في الصحراء لإبراهيم لاما اللي تم عرضه في القاهرة في 5 مايو 1927 نفس السنة تقريبا، ولكن الاختيار جه على فيلم ليلى عشان تم إنتاجه بأيدي مصرية. فيلم ليلى كان هيتم إنتاجه تحت اسم تاني اسمه نداء الله، وكان هيكون البطل هو المخرج وداد عرفي، ولكن بعد ما المنتجة عزيزة أمير شافت المشاهد ما عجبهاش التمثيل بتاع وداد عرفي، فتم استكمال التصوير بعد فترة وغيروه ليلى بعد ما شالوا المشاهد بتاعة وداد عرفي. ولما كان الفيلم اسمه نداء الله كان هيكون في فصلين بس، لكن تم تطويره ل5 فصول، وساعتها البطولة راحت للممثل اسمه أحمد علام، وده كان بالطريقة دي بقى أول جان بريمير في السينما المصرية. وتقريبا الظاهر كده وداد عرفي زعل لان هم مشوه من البطولة، فخلوا مين يكمل الاخراج كان استيفان روس. افتتاح الفيلم ده كان امير الشعراء الراحل احمد شوقي اللي قال للفنانة عزيزة امير ان انتي فعلتي ما عجز الرجال عن فعله، وهو طبعا كان يقصد بيه انتاج اول فيلم مصري 100% تقريبا. قصة الفيلم تبعا لما جاء في موقع السينما دوت كوم إن وسط صحراء قاحلة بتنشأ ليلى في واحة هادئة تشرف عليها أطلال منفيس القديمة، دي اللي هي قرية ميت رهينة بالبدرشين حاليا. إنها قرية رؤوف بيك الذي يلتقي بليلى ويعجب بها فيحاول التودد إليها، إلا إنها تتعلق بالشاب أحمد الذي سبق أن أنقذها من الوقوع في براث سالم إذ حاول الاعتداء عليها، وتتم خطبة أحمد لليلى. وبعدها يتعرف أحمد على فتاة برازيلية سائحة تقيم في فندق قريب منه. تنجح الفتاة في إيقاع أحمد في غرامها، وتأخذه من ليلى التي بدأ الجنين يتحرك في أحشائها، الأمر الذي يكتشفه أهل القرية فيطردونه. وبينما تسير ليلى هائمة على وجهها تصدمها سيارة تكتشف أن سائقها هو رؤوف الذي يحملها بين يديه إلى منزله لتضع طفلهما. أنا قريت لكم القصة زي ما مكتوبة بالظبط في موقع السينما، لأن بصراحة في أجزاء كتيرة أنا ما فهمتهاش. هل رؤوف بيك ده هيحب بعد كده ليلى؟ هل أحمد هيرجع لها؟ ده ما توضحش. تاني فيلم معانا النهاردة لوداد عرفي هو فيلم مأساة حياة. قصة الفيلم طبعا لموقع السينما دوت كوم هي عن راقصة لعوب تنجح في التفريق بين شقيقين وقعوا في حبها، وتسيطر على الأخ الأكبر الذي وضع كل ما يملك تحت قدميها لإرضائها، ولكن تدور الدائرة على الباغي ويقع حادث أليم للأخ الأكبر ويفقد حياته. زي ما كان فيلم ليلى ليه السبق في إنه يكون أول فيلم مصري روائي طويل، فيلم مأساة حياة كان ليه السبق في إنه يكون أول فيلم مصري تمنعه الرقابة بأمر من وزير الداخلية ذات نفسه، وده بعد حملة قادها الصحفي فقط وقتها اللي ما كانش لسه مثل عبد السلام النابلسي، وهو قاد فيها حملة شعواء ضد هذا الفيلم، اتهم فيه الفيلم بأن فيه مشاهد للخلاعة والرقص الفاضح. للأسف مفيش ولا نسخة ولا صورة ولا فيديو من الفيلم، يعني أنا كان عندي فضول إيه اللي كان يعتبر خلاعة ورقص فاضح سنة 29 يعني.
نفسي يجي هنا، يعني اهو ده احنا داخلين هيعدي 100 سنة كمان سنتين، نفسي اعرف قد ايه اختلف الموضوع. وساعتها أصدرت وزارة الداخلية بيان إن القصة بتستهدف الوقوع بالطالب المصري في حب الراقصات، مما لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري. في نفس الوقت في شهر سبتمبر من سنة 29 اتقدمت منتجة الفيلم إفرانز هانم لوزارة الداخلية بطلب لإعادة النظر في إعطائها تصريح بالعرض مرة تانية، بعد ما يعني أقنعت الناس إن هي خلاص صلحت العيوب اللي في القصة وإن هي مش هتكون موجودة مرة تانية. وفي الحقيقة معرفش بالإصلاح ده هل هم صوروا نهاية جديدة خلت مثلا إن الأخين ما يتخانقوش على الراقصة، ولا شالوا مشاهد الرقص، برضو مفيش حاجة موضحة الموضوع ده كويس. ثالث فيلم معانا النهاردة من إخراج وداد عرفي هو فيلم فقد على أيدي صناع، حيث إن المؤلفة والمنتجة والممثلة فاطمة رشدي بعد ما شافت خام الفيلم ما عجبهاش المشاهد اللي صورها وداد عرفي وقامت بحرقها، وده شيء غريب جدا. لأن المفترض إن هي كانت ممثلة في المشاهد دي، فليه وافقت عليها إذا كان فيها ما يضرها أو هي شايفاه غلط مثلا؟ ليه حرقته؟ قصة الفيلم تبعا لموقع السينما دوت كوم وهو فيلم تحت سماء مصر. يدرس الطالب المصري أحمد في باريس، وهناك يتعرف على الراقصة نيكول الروسية الأصل ويتزوجها ويأتي بها إلى مصر. تذهل سلمى خطيبة أحمد من وجود نيكول معه وتفسخ الخطوبة. تعمل نيكول في ملهى بالإسكندرية يديره زعيم عصابة روسي، وتبدأ في استغلال أحمد. برضو النهاية مش واضحة، هل هي هتنجح في استغلاله للأبد وهيكون مصيره مصير سيء، ولا هو هيفوق ويرجع للصح؟ برضو مش واضح. وبرضو مش موضحين ايه بالظبط اللي ما عجبش فاطمة رشدي في المشاهد. هل التصوير كان سيء بمعنى ان الإخراج فنيا كان وحش، ولا هل أخلاقيا لقت شيء مش عاجبها؟ محدش يعرف. رابع فيلم معانا النهاردة من أفلام المخرج وداد عرفي هو فيلم فاجعة فوق الهرم. الفيلم من تمثيل فاطمة رشدي وبدر لاما وطاهر العربي ورتيبة رشدي ووداد عرفي برضو وعزيزة رشدي. قصة الفيلم تبعا لما جاء في موقع السينما دوت كوم. في موسم الصيف على شواطئ الإسكندرية يلتقي الثري سعيد بمنيرة عندما ينقذ أخاها من الغرق، فينشأ الحب بينهما. ينافس سعيد في حب منيرة صديقه الخائن سليم الذي يضيق والده من تصرفاته ويطرده من البيت، ويحدث أن يلقى فتحي مصرعه فيتهم سعيد بقتله ويودع في السجن محكوما عليه بالمؤبد. برضو مفيش توضيح للنهاية، هل هو هيسجن ظلما للأبد ولا هيلاقوا الحق في النهاية وهيعرفوا الحقيقة؟ الله أعلم. والفيلم ده ما كانش عليه مشاكل سبحان الله يعني. هو تقريبا فقد عادي الخام بتاعه زي ما تقولوا تآكل يعني بالإهمال والنسيان. آخر فيلم معانا النهاردة من إخراج وداد عرفي وبرضه هو فيلم مفقود، لأن زي ما قلنا هو كل الأفلام اللي هو أخرجها فقدت لأسباب مختلفة، سواء بالإهمال أو الحرق أو الرفض من الرقابة. آخر فيلم معانا هو فيلم غادة الصحراء. الفيلم بطولة ماري كويني وصبري فريد ووداد عرفي وآسيا داغر وعبد السلام النابلسي. عبد السلام النابلسي اللي هو كان عايز يمنع الفيلم بتاعه من شوية. قصة الفيلم تبعا لموقع السينما دوت كوم. يتعلق شيخ أحد القبائل بالفتاة سلمى، وفتاة من إحدى القبائل البدوية ومخطوبة لابن عمها علي بن زيد، فيخطفها شيخ القبيلة ويتزوجها بالإكراه وتنجب منه طفلا. بعد زمن تهرب سلمى بطفلها بمساعدة الخادم سليمان الذي تتضح نواياه الخبيثة عندما يحاول الاعتداء عليه. تتخلص سلمى من شره بقتله وتواصل الهرب قاصدة ديار قبيلتها، وكالعادة مش واضحة قوي النهاية، ما بنعرفش هل هتروح لقبيلتها وتقعد ولا هتقابل حبيبها، طب وابنها ايه مصيره؟ محدش عارف.
بس ودي كانت حلقتنا النهاردة، أسفة لو كانت مرتجلة شوية، وبإذن الله الجاي يكون أفضل. ويا رب الحلقة تعجبكم، ولا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب، وباي باي.